السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، رمضان مبارك كريم وكل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا باليمن والبركات والمغفرة والذنوب والعتق من النار. موضوعنا في هذا الفيديو موضوع جد مهم يتعلق بالاتفاقية الإسبانية المغربية حول أجواء الملاحة في الصحراء المغربية. نمشيو فين؟ خليكم معنا من الأول حتى الآخر باش تعرفوا القضية كيفاش. بعد اللقاء الكوميدي المبهر لعبد المجيد تبون عبر قناة الجزيرة القطرية يتكلم فيه عن موقف إسبانيا الأحادي باعتراف حكومة سانشيز بالصحراء المغربية، لم تتأخر إسبانيا بدق آخر مسمار في نعش القضية الوهمية الجزائرية جمهورية بوليزاريو عبر مفاوضات مغربية إسبانيا لإدارة المجال الجوي في الصحراء. ويدخل ملف إدارة المجال الجوي في منطقة الصحراء منعطفا جديدا يفتح معه الأبواب أمام حسم ملف شائك آخر في العلاقات بين الرباط ومدريد، التي دخلت مرحلة جديدة منذ 7 أبريل من العام الماضي إثر المحادثات التي جمعت العاهل المغربي الملك محمد السادس برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ورسمت تفاصيل خريطة طريق أنهت أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين الجارين على خلفية استقبال السلطات الإسبانية زعيم الجبهة الوهمية إبراهيم غالي بهوية جزائرية مزيفة للعلاج. وفي تطور لافت كشفت الحكومة الإسبانية عن أن المفاوضات بدأت بالفعل مع المغرب بشأن إدارة وتنسيق المجال الجوي بين البلدين بهدف تحقيق قدر أكبر من الأمن في الاتصالات والتعاون الفني، وذلك تماشيا مع النقطة السابعة من الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، والتي كانت قد أشارت إلى أنه سيتم إطلاق مباحثات حول تدبير المجال الجوي. وجاء إعلان الحكومة الإسبانية عن بدء المفاوضات مع الجانب المغربي في جوابها عن سؤال عضو مجلس الشيوخ عن تحالف جزر الكناري فرناندو كالافيغو بخصوص مفاوضات نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب، وفق ما نشرته صحيفة ABC الإسبانية. وتأتي المفاوضات في سياق التحول الإسباني المعلن بشأن قضية الصحراء، والذي انطلق في 19 مارس 2022 مع خروج مدريد من المنطقة الرمادية بإعلانها لأول مرة علنا دعمها موقف الرباط ومقترحها للحكم الذاتي في الصحراء، في تغير جذري وتخل عما كانت تعتبره الدبلوماسية المغربية غموضا في الموقف الإسباني وحيادا سلبيا تجاه الملف. ومنذ سبعينيات القرن الماضي تبدي السلطات الإسبانية المستعمر السابق للمنطقة تشبثها بالإشراف وبشكل رسمي على الأجواء الجوية في الصحراء من مركز المراقبة الجوي في كناريا الكبرى، في حين تصر السلطات المغربية على استعادة سيطرتها الكاملة على المجال الجوي في الصحراء. ووفق منظمة الطيران المدني الدولي المعروفة باسم إيكاو، فإن كل طائرة تجارية أو عسكرية تمر عبر هذه المنطقة يجب أن ترفع تقريرها إلى مركز مراقبة الحركة الجوية الموجودة في مطار غاندو، حيث يعمل الجيش أيضا والطيران الإسباني. واعتبر رئيس مركز أطلس لتحليل مؤشرات السياسة والمؤسساتية محمد بودن إعلان الحكومة الإسبانية إجراء مباحثات مع المغرب بخصوص تدبير الملف أو المجالات الجوية أنه يمثل امتدادا للدينامية التي انطلقت منذ دخول العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة من الشراكة، وتم تفعيل بنود عديدة من البيان المشترك لتكسيب العلاقات بين البلدين زخما جديدا. وأوضح في تصريح للعربي الجديد أن المناقشات المغربية الإسبانية بخصوص تدبير المجالات الجوية تمثل إطارا عمليا رحبا واستجابة مرنة تعكس مدى الانفتاح والحوار بخصوص مسائل عالقة، فضلا عن كونها محطة تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات ومصالح كلا البلدين وأفضل الممارسات الدولية في تدبير المجالات الجوية من منطلق اتفاقية شيكاغو 1944 التي تعد أبرز اتفاقية دولية متعلقة بالسيادة على الإقليم الجوي، وكذلك الاتفاقية التي تؤطر حدود منطقة معلومات الطيران في إطار المياه الإقليمية. وأكد أن المفاوضات بين البلدين ترمي في النهاية إلى رسم حدود المجالات الجوية بما يجعل الصحراء المغربية ومجالات جهوية حيوية أخرى ضمن منطقة معلومات الطيران للمملكة المغربية واعتمادها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي. وأضاف تدبير المملكة المغربية للمجالات الجوية بالصحراء المغربية
واستعادة الأصول الاستراتيجية والسيادة. في هذا الإطار ستكون لها نتائج مربحة للجانبين المغربي والإسباني والمنطقة برمتها، حيث ستحدد هذه الخطوة بوضوح ومسؤولية كل طرف في الملاحة الجوية للمنطقة وخلق بيئة تنافسية، ما سيسمح بتطوير خدمات الملاحة الجوية بمطارات العيون والداخلة وغيرها، وتدفق معلومات الطيران بانسيابية، وتصميم المسارات الجوية للمجال الجوي الخاص بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. ولفت إلى أن ملف تدبير المجالات الجوية يرتبط في العلاقات المغربية الإسبانية ارتباطا وثيقا بالقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية، وكذلك أنظمة مراقبة الحركة الجوية ومعلومات الطيران. ولذلك فإن الخطوات التالية من المباحثات بين الجانبين ينبغي أن تؤدي إلى تدبير مغربي كامل للمجالات الجوية المعنية بعملية التفاوض. ويرى بودن فإن نمو الحركة الجوية الدولية في الفضاء المتوسطي والمجال الأطلسي سيمكن الاتفاق المنتظر بين المملكة المغربية وإسبانيا بخصوص تدبير المجالات الجوية من توسيع الأنشطة المرتبطة بالنقل الجوي وتحقيق نمو اقتصادي عبر الوصول إلى أسواق جديدة وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وعروض السياحة وشبكات الشحن الجوي، وبالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية المتوقعة. يرى رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية أن أي ترتيبات بين المغرب وإسبانيا لتدبير المجالات الجوية من شأنها أن تمثل إطارا محوريا لتعزيز سلامة الطيران وتنظيم الحركة الجوية بشكل فعال، وهذا أمر بالغ الأهمية لصالح الطيران في المنطقة والحركة الجوية دوليا. وتوقع بودن أن تمهل المباحثات خاصة بتدبير المجالات الجوية بين المغرب وإسبانيا الطريق لتعاون معمق ووثيق في مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية، ويمكنها أن تتوج باتفاقية تحديد المجالات الجوية بين البلدين بما ينسجم مع الموقف الإسباني المتقدم من المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء المغربية. وبذلك يصبح المغرب بعد هذه الاتفاقية يملك السيادة الكاملة على الصحراء المغربية جوا وبرا وبحرا. هذا بطبيعة الحال لم يعجب الجارة الشرقية، لأنهم يعلمون تماما أن القضية المزعومة التي صرفوا عليها الملايير من الدولارات باتت في خبر كان. هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى أن يلقى إعجابكم، ولا تنسوا دعمكم لهذه القناة عبر تفعيل زر الاشتراك وزر الجرس لكي يصلكم كل جديد، ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.